بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ شرح الأسمبلي أو التجميع هو الخطوة الثانية التي تلي التصميم بهدف الحصول على نموذج متكامل. النموذج ده ممكن يكون ميكانيزم أو ماكينة معينة أو أي منتج أكتر من جزء واحد. من فايل نختار نيو ونختار أسمبلي. بيئة العمل في التجميع مشابهة لحد كبير في بعض القوائم من بيئة العمل في التصميم. أول ما بنفتح الأسمبلي بتظهر لي النافذة الأساسية للبرنامج تحت شعار أو تحت عنوان Begin Assembly. تحت Begin Assembly بيقول لي اختار العناصر اللي هننشئ منها التجميعة بتاعتي. بيفتح لي نافذة من مكان جوه البرنامج اختار منها العناصر اللي هستخدمها في التجميع. نعمل كنسل كلوز. لو احنا لاحظنا هنلاقي ان عندي قائمة Assembly ظهرت معايا. عشان اعمل عملية ادراج لبارت معين عندي من أيقونة Insert Component نضغط عليها واختار المكان اللي انا محتاج اخد منه البارت واعمل اوبن. يظهر معايا البارت اقدر احطه في المكان اللي انا محتاجه عن طريق البكرة بتاع الماوس. اقدر اعمل زوم ان او زوم اوت، ولو ضغطنا عليها نقدر نعمل روتيت او دوران للعنصر. لو انا ضغطت على زر ار من لوحة المفاتيح تظهر معايا الريسنت موديلز، اقدر اختار منها العنصر المناسب. لو انا اخترت insert component ومحتاج اضيف العنصر ده مثلا عدد 3 مرات او 3 اجزاء من المنتج، فنضغط على البن ده اللي بحيث ان هو يخلي القائمة ظاهرة واقدر اضيف اكتر من منتج. نعمل كلوز وديليت للمنتجات دي او الاجزاء دي. عندي طريقة تانية ان انا اخد منها العنصر للبرنامج. الطريقة دي ان المنتج او العنصر بتاعي يكون مفتوح في قائمة بارت عادي، ولو انا رحت من insert component هلاقيه ظاهر معايا في الاوبن دوكيومنتس. نضغط عليه وكليك اند دراج ونحط المنتج. هنلاحظ ان جنب المنتج مكتوب حرف الاف. حرف الاف ده معناه ان الكومبوننت ده فيكسد مثبت ما اقدرش احركه. كليك يمين ونختار فلوت ونقدر نحرك المنتج. نعمله فيكس تاني. لو ضغطنا على السهم اللي جنب المنتج ده او البارت هتظهر عندي تفاصيل اللي استخدمناها في تصميم المنتج والعمليات اللي اجرناها عليه. هلاحظ ان عندي 3 مستويات رئيسية خاصة بالاسمبلي. بامكان اعمل شو ليها بشكل منفصل او من فيو هايد وشو ونختار بلينز. كده المستويات ظهرت معايا. المستويات الرئيسية ظهرت معايا كده، وعندي مستويات رئيسية للبارت ذات نفسه. يبقى أنا عندي مستويات رئيسية للبرنامج ومستويات رئيسية للبارت. ناخد نبذة بسيطة عن مكونات قائمة Assembly. هنلاحظ إن Edit Component مش متفعل.
عشان تتفعل نختار الكومبوننت اللي احنا محتاجينه. من خلال الأيقونة دي أقدر أعمل تعديل في الخصائص بتاع المنتج. يعني مثلا احنا عملنا اكسترود للمنتج ده بمقدار معين، محتاجين نقلل أو نزود الاكسترود ده. لو أنا ضغطت على edit component هينقل لي للديزاين، للقائمة بتاعة ديزاين بارت، أقدر أتحكم فيها بالعمليات اللي أجريناها عن المنتج. تاني جزء insert component. من خلال الأيقونة دي بقدر أعمل إدراج أو استيراد للأجزاء المختلفة اللي أقدر من خلالها أعمل تجميعة بشكل معين. أيقونة ميت أهم أيقونة فيهم، ودي اللي بستخدمها في وضع العلاقات ما بين أجزاء التجميعة دي، هنشرحها بإذن الله بشكل مفصل، اللي هو الجزء الخاص بالستاندرد ميتس. الأيقونة دي اللي هي كومبوننت بريفيو ويندو، لو احنا حددنا الكومبوننت تتفاعل معايا، تقدر تتحكم بعرض المنتج بشكل أفضل. اكزit بريفيو. أوامر الباترن أوامر مهمة جدا، اتكلمنا عنها بشكل مفصل في الفيتشر، موجودة في قائمة الأسمبلي بشكل مشابه جدا للشكل اللي موجودة بيه في قائمة فيتشر، مع بعض الإضافات هنتكلم عنها بإذن الله واحنا ماشيين في الجزء الخاص بالأسمبلي. سمارت فاستنر بستخدمها لما يكون عندي بولت أو نط مثلا في عمليات التجميع الخاصة بالحاجات دي. موف كومبوننت. من خلال أيقونة موف كومبوننت بقدر أتحكم بحركة المنتج بشكل دقيق، سواء عن طريق ستاندرد دراج أو كولوجن ديتكشن أو فيزيكال داينامكس. كل دي أوامر مفيدة جدا في تبيان حركة المنتج بشكل طبيعي، أو لتوضيح علاقة أجزاء المنتج أو التجميع ببعضها. شو أو هيد كومبوننت. لو أنا عندي الأسمبلي في أكتر من بارت، في 5 أو 6 بارتات، سواء عندي بارت مخفي أقدر أظهره، أو بارت ظاهر أقدر أخفيه، لتوضيح تفاصيل التجميعة دي. السمبل فيتشر هي مرحلة متقدمة من التجميع. لو أنا عندي مثلا جزئين العلاقة بينهم لحام أو بيلت تشين، بستخدم الأمر ده في عمل التجميعات من النوع ده. ريفرنس جيومتري اتكلمنا عنها في أوامر الفيتشر، تقدر تعمل عملية إدراج لمستوى أو لمحور أو لنظام إحداثيات أو لنقطة أو لمركز كتلة حسب المطلوب. نيو موشن ستادي، وده بتساعدني في عمليات الأنيميشن أو تحريك التجميع اللي أنا كنت بإنشائها. بيل أوف ماتيريال، دي خاصة بعملية التنظيم وعرض تفاصيل التجميع بتاعتك. اكسبلودed فيو. اكسبلوجن بالإنجليزي معناها انفجار. لما تعمل اكسبلودed فيو لتجميعة معينة، دي معناها إن أنت بتعمل فك للأجزاء دي بحيث تبين طريقة الارتباط ما بينها. اتكلمنا بشكل سريع عن أهم الأيقونات في قائمة Assembly، هنذكرها بإذن الله بشيء من التفصيل. نروح لقائمة Evaluate. لو مش ظاهرة عندك هتعمل كليك يمين وتحددها. لما كنا بنشرح الفيتشر اتعلمنا ازاي نحدد الكتلة. في الأسمبلي هنحدد حاجة مهمة جدا، وهي مركز الثقل للجسم. وتحديد مركز الثقل للجسم عملية مهمة جدا، سواء في الواقع الهندسي أو حتى للناس اللي هي حابة تمتحن امتحان الشركة بتاعت سوليد ووركس. بتكون معظم أسئلة الامتحان ازاي تحدد مركز الثقل لتجميع معين. من ماس بروبرتيز نعمل ريبيلد، هنلاحظ ان سنتر اوف ماس دي مركز الثقل. هنتعلم بإذن الله واحنا ماشيين في فيديوهات التجميع ازاي ننشئ تجميعة بشكل محترف بإذن الله، وازاي نحدد مركز الثقل ده بدقة بالنسبة للإحداثيات. هتلاقي بإذن الله في وصف الفيديو البارت ده
أو أي بارت هنشتغل عليه في الأسمبلي هتلاقيه في وصف الفيديو. لو معاك سؤال أو استفسار ممكن تبعتله الصفحة اللي هتلاقيها برضه في وصف الفيديو. شكرا.